قضية منجم جارج بيلات، مع أنه اسمع احتياطي الحديد الخام في جارج بيلات هو أكبر احتياطي في العالم. أنت تتحدث عن 3.5 مليار طن. نحط نقطة، نرجع لي المشروع في بال السلطة منذ الاستقلال، يعني ما هيش، لكن قضية إمكانيات، قضية جدوى، قضية حسابات. بالنسبة لفريق تبون وشنقريحة والأكليك الحاكمة، قضية جارج بيلات هو مشروع اقتصادي لكنه سياسي بالدرجة الأولى، ويخص العلاقات الجزائرية المغربية والمناكفة بين الجزائر والمغرب. ايش العلاقة؟ ما هو في الأرض الجزائرية. طيب قلت لي مش العلاقة، أنا غدوة سنعطي لك الملفات، ما نقدرش نحكي أنا دقيقة على الموضوع هذا، نعطيك العناوين فقط. وأنا على هذيك قلت لك ما نحكيش الموضوع هذا حتى يعطينا واحد الأرقام. بالنسبة للمشروع الاقتصادي، القول أنه مشروع اقتصادي تافه صفر هذا غير معقول يعني. لا، ما هوش مشروع اقتصادي تافه وصفر، هو مشروع اقتصادي عنده حسابات. هكذا حسابات السلطة قالت انه مشروع القرن، او نعطيك المفارقات، قالت هذا مشروع القرن، قدمت ارقام حول تكلفة المشروع كلها، يعني المنجم والسكة الحديدية، واعطت ارقام على النجاعة الاقتصادية والمردود المالي. وجاءت تصريحات من عند رئيس الجمهورية بالذات مسجلة، والمحللين مسمى الامتدادات السياسية والإعلامية في الجزائر، أحزاب سياسية ومحللين وكذا، أعطوا الانطباع أنه الحديد الخام ومشروع جارج بيلات كله سيعوض مداخيل المحروقات، أو هو ضمن استراتيجية تعويض مداخيل المحروقات. هنا جاء الخبراء وجاء المختصون ده يشوفوا كم دخلنا من المحروقات. كيف يمكن بأي حال من الأحوال أنه خبير اقتصادي وبروفيسور ومهندس يأتي إلى قناة جزائرية أو في أكثر من قناة يطرح لي السؤال حول الجدوى الاقتصادية من مشروع اقتصادي، فيعطي رأيه فيه، ولأن هذا الرأي يخالف رأي تبون والجماعة، نقول تبون والجماعة وأنا أزن الكلام لأنه هذا لأنه قضية مشروع جارج بيلات ماهوش مشروع اقتصادي وفقط، راح نجي لك ليه. كيف ممكن أنه أولا يعني يحيروا منه الناس أنه مد رأي مخالف، ثانيا أنه لحد الآن لا خبر عن مكان تواجد الرجل. رانا 4 أو 5 أيام، هو آخر منشور ليه كان عنده 5 أيام. ما كانش تحقيقات صحفية صحيح، حتى القنوات اللي يستضيفوه، يعني هو كان دائما عند هابت حناشي يعني في قناته، ما قدرش مدير هذا القناة. لا، القناة عملت أكثر من حصة للرد على ما قاله دون أن يكون حاضرا. هني جايك توجوا له قناة نهار، قناة كذا، قناة، انتم كقنوات كنتوا تستضيفوه، يعني اخلاقيا احنا حثت انه كان صحفيين كانوا وسياسيين يجيوا عندنا يغيبوا شويه نسالوا عليهم، طبيعة الحال نسال عليه، مريض، اعتقلوه، توفى، عنده مشكله، ما مش قادر يصرح. هذا من اخلاقنا، وصدقني قناتنا جيده في هذه، يعني اللي يغيب من الاخر نسقسيو عليه. كيف لحد الان يعني 4 5 ايام ولا مؤسسه اعلاميه في الجزائر قدرت تجيب لنا موضوع؟ ما هو في الجزائر السيد، هذه واحده. ثانيا خرجت معلومات، هنا الاخطر، خرجت معلومات بان الرجل اعتقل وحقق معه وتم التحقيق معه والتحفظ عليه او الاحتفاظ عليه. اليوم الاول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع. هل يعقل في اي دوله في العالم الا في كوريا الشماليه
او في دول كما سميتها انايا مصر وعند صدام حسين وعند حافظ الاسد يعني هذه الدول اللي يقدر يجبدوا واحد او يجبدوا عائله ويخبيوها ويغبنوها وما تسمعش بها حتى ممكن 10 سنوات ولا يجوز لك الكلام عنها، ولا يجوز عن الكلام عنها. ربما تلقاه بعد 10 20 سنه رفاة ولا تلقاهم هابل ولا. ووقعت في هذه الدول. هل يعقل انه هذا الرجل اللي هو بروفيسور في الجامعه عنده طلبه يختفي عن الانظار وتخرج معلومات انه اعتقل وما فيش تصريح رسمي، ما فيش تكذيب، ما كانش نائب عام يخرج ويقول باللي ما كانش من هنا. النائب العام اللي هو لازم يخرج يقول باللي المصالح الامنيه سواء على مستوى الدرك او على مستوى الشرطه هذه عموما او على مستوى الامن الداخلي لمخابرات الجيش ان معلومات انه لم يعتقل ولا ممكن او مريض سيد او يكفي انه قناه من القنوات قالت اتصلنا به او يتم تسريب خبر او يتم كذا. شوف، لا يوجد خبر رسمي حول الرجل ويوجد منع من الحديث حول مصير الرجل او حول ما قاله الرجل. هذا اخطر مشهد يقدر يواجهك انت في الجزائر. لو كانت دولة قانون ودولة مؤسسات ما هو هذا الحديث يربط بعضه. هل يعقل انه يختفي شخص بهذا الصيت يعني معروف ومعروف علاه ممكن يعتقل، ولا صحيفة ولا رئيس حزب سياسي؟ شيش رئيس حزب سياسي خرج بيان يقول ما الذي يحدث يا صاحبي؟ كاين دستور يضمن الرأي الآخر. اعتقد منشور لواحد من قيادي الار سي دي كتب بانه تواترت اخباره وطرح نفس الاسئله. يا اخي انا نحكي على احزاب، نحكي على بودن يا سيدي اللي راكم داير لي فيها البطل المغوار وكل يوم تصرح في التعريف الاخر وتقول بلي دخلنا عهدا جديدا. شش يا بودن اسال على هذا الرجل هذا تاع فلان مش هم يحكيوا على الدوله الجديده والديمقراطيه وحريات وقال لك ارواح هنا واحد يا اخي جيبوه خليني نسمي انا نسمي الار سي دي لازم يدير بيان، اللفافاس يدير بيان، حركه حمص وراهم حركه حمص هيا ديروا بيان، ورا بن قرينه هذا حزب العمال كل الاحزاب السياسيه. شوف الحريات العامه الحريات الاساسيه للمواطن ضمان حريه التعبير هي من اهم معارك الأحزاب السياسية والرجل السياسي يا سليم. رجل. لكن الأخطر كما قلت أنت وكيف يمكن أن تقرأه يعني من جهة ممنوع الحديث عما قاله، من جهة أخرى الرجل غايب، يعني مستحيل أنه في مستواه العلم وكان يعمر البلاطوهات يا سيدي حتى وإن منع من الظهور في البلاطوهات على الأقل في الفيسبوك نتاعه وفي مواقع التواصل الاجتماعي هو يتكلم. يعني كل هذه الأحداث تزيد شكوك بأنه ربما الرجل معتقل، ربما ممنوع من الكلام، يعني يمكن أن نضع يافطة هو مختفي قسريا. مجهول المكان. هذا رجل يا إما نعطيك الاحتمالات لأنه هم ما عندهمش تصريح، أنا من حقي ندير الاحتمالات. طبيعة هذا يا إما اعتقل راهو في الدهاليز هكذا لأنه قال كلاما كفرا في حق مشروع يعتبره تبون هو مشروعه من اللي جاء ويحكي إلى جراج بيلات، أو أنه تم ترهيبه وخلوه في الدار ما يخرج ما يهدر مع واحد. ترى هذا وش نفهم أنا، ما كاش حاجة من اثنين، يا إما راهو في السجن يا إما راهو في داره ندير له الإقامة الجبرية غير الرسمية غير المعلنة. هذا هو كلامي حتى يجي بيان رسمي. البيان الرسمي احنا ما نقولوش باللي اخطر واحد يجي يقول لك ولا السلطة هذه ترد على كل شيء، لا 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 لا. نقول لك انا نذكره بابتسام حملاوي. ليش قلنا احنا السلطة البروكيرور يتحدث؟ لأنه هناك واقعة تحدث عنها الناس، هناك ضحايا تحدثوا عن وقائع يعاقب عليها القانون. أنت تخرج تقول وزير ضربني بموس وهاي لك الإشارة، الوزير اسمه محمد بن محمد مثلا، في فيديو تبثوا، هذه واقعة يتحرك أوتوسيزي. البروكيرور مباشرة جاءوا 2 من الناس مواطنين طعنوا في وحدة منصبة من طرف رئيس الجمهورية اسمها ابتسام حملاوي بوقائع بلي ديتاي، واعطاوا مكان الواقعة الأول ومكان الواقعة الثاني، وأعطاوا حيثيات الاعتداء هكذا،
وجابوا مفرداته، ومع ذلك لحد الآن لم تقل، لم تحاسب، وما خرج علينا النائب العام أو وكيل الجمهورية يوضح للرأي العام، لأنها مش دولة مؤسسات ومش دولة قانون فقط. ونضيف لك عليه لأنه ولا الصحافة تكلمت أو إجابة السود، ولا الصحافة تجرأت تتحدث عن الموضوع، ولا الأحزاب السياسية استطاعوا أن يتحدثوا عن ابتسام حملوي. هل ما قاله أستاذ جلول سلامة في نظر السلطة خطير جدا لهذا الدرجة؟ طبعا. لو كان نعطيك، شوف الوقت ما كانش، لكن نعاودوا نشوفوا هذا الموضوع مرة أخرى غدا إن شاء الله، لكن نعطي لك أنا العناوين. وأنا أعلم ليس تحليلا ولا وحي، أعلم من مصادري، يعني من المعلومة من الحديث ومن البحث في هذه القضية. أنا أعلم أنني سأحاسب على هذا الكلام، لأنه هو من الكفر أيضا في الجزائر. تحكي على 45 مليار 50 60 مليار في السابق، يعني الآن راهي 54 مليار دولار في السنة. هل غارج بلاد يجيب لنا 40 دولار في السنة؟ 40 مليار دولار قصدي. 40 مليار دولار في السنة. هنا المشكلة، هنا بدأت الحسابات. حسابات شو؟ تكلفة الإنتاج كلها، إنتاج في الموقع وتكلفة النقل والتصدير. نعم. هل تصدير خام ولا تصدير معالج؟ بدأوا يديروا في الحسابات، لقاو باللي مستحيل، أرقام السلطة مستحيلة. المشروع عنده باه يسميوه لو روندمون تاعو، يعني ترجع دراهم مصاريفه، يحكيوا على 6 إلى 10 سنوات بطاقات إنتاجية معينة. الطاقة القصوى اللي حكى عليها تبون والجماعة، الطاقة القصوى قالك تبلغ يعني خلال 10 سنوات، لكن المردود بالطاقة القصوى، غدوة نجيب لك لي شيفر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يدعي أي خبير نتاع السلطة، بروباغندا السلطة، أنه هذا خلينا مستقلين على المحروقات. طبيعة الحال. هنا وقع لو ديبا. كاينين ناس مختصين، يجي تجيب له مشروع اقتصادي، يجيب لك لو روندمون تاعو والجدوى الاقتصادية تاع مشروع اقتصادي، يعطيك حجمه ويقول لك هذا هاوليك الحجم نتاعو، يعني السلعة اللي تخرجها يعني حديد وكذا، الشيء اللي تخرجه منه وتبيعه، تحسب التكلفة، تنقص منه التكلفة، راهو يدخل لك دينار هكذا. تجي تقول له باللي راهو يدخل لي 10 دنانير، ولو كان تقول باللي ما يدخلش 10 دنانير انا ندخل لك الحبس، هنا اللي رانا في مشكلة. هذا هو بنلخص لك. الوقت موش موجود. غدا نحن نطرحوا قضية حسابات، نجيبوا بعض الأرقام اللي راهي موجودة عندي وجاهزة، لنثبت لهذه السلطة بأنه ما احناش نقولوا باللي ما لازمش تدير غارج بلاد، لكن إعطاء هذا السايد السياسي، الجانب السياسي، الإشارة إلى المغرب دائما وأنت تتحدث عن غارج بلاد، وغارج بلاد راهي في تندوف ما تنساش، رانا نحكي على واحد المنطقة حدودية. أنا مانيش شايف العلاقة، يعني لكن هذا غدوة سنناقشه. أنت إذا لا تعرف تاريخ غارج بلاد في السبعينات ووقت بومدين وش صار فيه. أنت سيد العارفين، سنناقش هذا بالتفاصيل غدا. اسمع نقول لك كلمة. غارج بلاد كان محل خلاف كبير بين الجزائر والمغرب في وقت الحسن الثاني والهواري بومدين رحمهم الله، ودون نحكي على القصة. سي سليم صالحي، شكرا لك، شكرا لفريق البرنامج وللفريق التقني، وطبعا لكم مشاهدينا الشكر.